السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. تابعوني لآخر الفيديو، ما تروحوش في أي حتة. هتشوفوا بس النهاردة كده، لو انت قاعدة كده ونفسك تاكلي حاجة حلوة ودخل عليك ضيف وما عندكيش غير برتقانة واحدة وبيضتين، هتقومي بسرعة تعملي أحلى كيكة، مش هتاخد منك وقت وكل طلباتها عندك في البيت. حابة بس قبل ما أبدأ أقول لحبايبي، لو بتشوفيني لأول مرة اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس وتدوسي على الكل عشان توصلك إشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بتجربيها وتقولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يديمكم نعمة عليا. تابعوا الفيديو الآخر، ما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى هجيب البرتقانة وهجيب هنا الخلاط. البرتقانة بقى هقطعها، هحطها كده كلها بقشرها. الحقيقة سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود. كل مكوناتها عندك في البيت. عندي بقى هنا كوباية الا ربع سكر هنزل بيها، وعندي بيضتين، ونص كوباية سمن على زيت، وعندي هنا نص كوباية لبن، وعشان صوت الخلاط بقى هضرب الكلام ده بقى مع بعض وارجع لكم. كده خلاص بقى هصب الخليط في البولة دي. وهنا ما كان الخليط شوية مية صغيرين كده في الخلاط، هنزل كل الحاجات اللي في الشفشق. عندي بقى هنا رشة فانيليا، المضرب اليدوي اطمئن ان السكر داب. هنا بقى هجيب بقى المصفى السلك دي
احط كوبايه دقيق، احط هما كوبايتين دقيق، احط واحده واحده، وبالمصفى دي بقى كده انخل الدقيق، واحط معاهم باكو الكيك شيف ده، واحط الكوبايه التانيه، اقلبها بقى لحد ما اخلص الدقيق كله، كل الدقيق يختفي. كده سمك العجينة هي خدت كوباية ونص، الكوباية التانية ما كملتهاش، يعني كده بقى المقدار كوباية ونص دقيق. هنا بقى الصينية دهنتها سمن وبطنتها بالدقيق. هنا بقى هصب الخليط في الصينية، كده خلاص بقى صبيت الخليط في الصينية. هديها بقى كده خبطتين عشان اي فقاقيع كده تطلع منها وتبقى متساوية، واسخن بقى الفرن على درجة حرارة 180 وادخلها الفرن وما افتحش عليها قبل نص ساعة. تابعوني لاخر الفيديو. كده بقى الكيكة بتاعتنا طلعت من الفرن، وده شكلها ولسه سخنة. وقبل ما تطلعيها من الفرن سيبيها في الفرن شوية بود في الفرن، وخلي باب الفرن مفتوح عشان ما تعرضيهاش للهواء عشان ما تهبطش منك. كده بقى الكيكه بتاعتنا اهي طلعت في منتهى الجمال، الريحه بقى والطعم في منتهى روعه. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد. وتحياتي من قناتي، ما تبخلوش عليا بقى باللايك وشيروها لاصحابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.